دخل الشركة كعامل نظافة، لكن ما حد توقع من يكون فعلاً. تتخيل لو مدير الشركة جاك متنكر كعامل نظافة؟ وش بيصير لو الناس أساءوا له وهو يراقبهم؟ في كل مكان نسمع قصص تغير نظرتنا للحياة، بس بعض القصص تكون أقوى من مجرد حكاية، تكون درس. في شركة كبيرة بمدينة الرياض دخل رجل كبير في السن لابس لبس عمال النظافة، وكان يتصرف بهدوء. الموظفين استغربوا، بعضهم تجاهله وبعضهم ضحك عليه، إلا واحد اسمه سعود شاف الرجل وساعده وعامله باحترام بدون ما يعرف من هو. سعود كان دايماً معروف بحسن أخلاقه حتى مع اللي ما يعرفهم، بس اللي ما كان يعرفه إن الرجل هذا هو عبد الله النعيمي صاحب الشركة بنفسه، وكان يسوي اختبار لفريقه بعد ما رجع من رحلة طويلة، وكان ناوي يغير كل شيء. في اجتماع عاجل دخل عبد الله قدام الكل وخلع لبس العامل وقال: أنا عبد الله النعيمي صاحب المكان، وشفت اليوم كل شيء بعيني. البعض انصدم والبعض ندم، بس عبد الله مدح سعود وقال: الرجال يعرف وقت المواقف. بعدها سعود ترقى وصار مدير فرع. الاحترام ما يعتمد على من قدامك، يعتمد على من أنتِ، وكل فعل بسيط ممكن يغير مصيرك. وش كنت بتسوي لو كنت مكان سعود؟ اكتب لنا تحت رأيك، ولا تنسى تتابعنا علشان توصلك قصص أكثر تلهمك وتغير نظرتك